السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض الغريبة الجميلة ديت. الغريبة دي ناعمة جدا وما شاء الله تحفة، وعملناها بكل سهولة وكل بساطة. يعني الغريبة من النوع اللي ما بتاخدش اي وقت خالص معانا، يعني مش زي الكعك ولا البسكوت ولا البيتفور، ما شاء الله بتنعمل بكل سهولة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل اجمل واحلى غريبة معانا ازاي. انا كده عندي اول حاجة هنا 750 جرام من السمنة البلدي، ومعايا 300 جرام من السكر البودر، ومعايا كيلو دقيق. دول اللي انا هستخدمهم بس في الغريبة، هما الثلاث مكونات دول. طبعا انا استخدمت هنا سمنة بلدي. طبعا ما ينفعش ان انت تستخدمي الزبدة، لان الزبدة يعني لو هتستخدمي الزبدة فلاحي، الزبدة الفلاحي بيكون فيها خض، فما ينفعش ان احنا نستخدم زبدة فلاحي فيها. فطبعا انا استخدمت هنا سمنة بلدي، ما شاء الله طلع طعمها تحفة وطلع جميلة بالسمنة البلدي. طبعا انا جبت عندي كده بولة وهنزل فيها بالسمنة زي ما انتوا شايفينها. طبعا السمنة انا مطلعاها من التلاجة، السمنة اهم حاجة لازم تكون متماسكة. وبعد كده نزلت عليهم بالسكر البودر زي ما انتوا شايفينهم كده. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اضرب فيهم كويس جدا لغاية لما لون السمنة والسكر يبقى فاتح معايا، بتبقى عاملة زي الكريمي كده ما شاء الله. اهي يا بنات زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة لازم نضرب فيها كويس جدا. ما شاء الله عملناها بكل سهولة وكل بساطة والله، وما خدت مننا وقت خالص. طبعا زي ما قلت لكم لازم اضرب فيها كويس جدا لغاية لما لون السمنة يبقى فاتح كده معايا، ولون السكر زي ما انتوا شايفينهم كده. ما شاء الله يعني قوام السمنة والسكر بقى عامل عندي زي الكريم شانتيه بالظبط. ما شاء الله شفتوا عامل ازاي؟ اهو انا بوريلكم ما شاء الله كده. خلاص خلصت ضرب فيها زي ما انتوا شايفينها كده، بقى لونها كريمي وبقى القوام بتاعها كريمي خالص، السمنة مع السكر. اهو ده القوام المطلوب والقوام اللي احنا عايزينه بالظبط. بعد كده بقى هجيب عندي دي يا بنات، وهبتدي بقى ان انا انخل كده دي زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا انا مش هنزل بيه كله، انا هنخل شوية بشوية، ويا دوب هلم كده الدقيق مع السمنة لغاية لما اشوف المقدار هيبقى عامل ازاي معايا. اهو كده هبتدي بقى ان انا اقلب فيه كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده بقى هدي للدقيق رشة كده من الملح. اهو كده ما شاء الله انا بقلب فيها ما شاء الله. قوام دي كده مع السمنة والسكر ما شاء الله قوامها تحفة. اهو زي ما قلت لكم برضو هبتدي ان انا اكمل باقي دي معايا. وبعد كده بقى يا بنات انا كده سبت المعلقة خالص، وهبتدي بقى ان انا اعجن كده بايدي. يعني هلم الدقيق مع السمنة كده بايدي عشان خاطر اشوف القوام بتاع الغريبة عامل ازاي معايا. يعني هشوف مثلا العجينة ناشفة او طرية معايا. اهي كده ما شاء الله لسه برضو العجينة طرية زي ما انتوا شايفينها كده، لو ملاحظين عليها العجينة طرية خالص. بعد كده بقى هكمل باقي الدقيق معايا. وبكده بقى خلصت يعني كده الدقيق معايا. زي ما انتوا شايفينه برضو هلم بقى الدقيق مع السمنة كده عشان خاطر برضو اشوف القوام عامل ازاي معايا. اهو كده ما شاء الله انا كده لميت بقى الدقيق مع السمنة يا بنات. انا مش بعجن. طبعا حسيت ان لسه القوام كده يعني طري معايا، وحسيت ان العجينة لسه بتلزق معايا، فرجعت زودت لها 3 معالق من الدقيق كمان. اهو بعد كده بقى هلم بقى الدقيق مع السمنة كويس جدا. ما شاء الله ما خدتش مننا وقت خالص وعملناها بكل سهولة. اهي كده ما شاء الله العجينة معايا حلوة خالص.
وما شاء الله مش يعني الغريبة مش مشققة معايا ولا حاجة، ما شاء الله طالعة مظبوطة وطالعة جميلة جدا. تمام اهو زي ما انتوا شايفينها. وبكده بقى هبتدي ان انا اشكل فيها يا بنات زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي كده. وطبعا انا معايا هنا اللولي طبعا هنحطها عليها نزين بيها. ما شاء الله طالعه معايا ناعمة جدا وحلوة خالص، يعني ما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة خالص. طبعا لو حابة تزيني بقى تحط عليها سوداني، تحط عليها لوز، هتحطي عليها يعني اي حاجة تزيني بيها غير اللولي مثلا. طبعا انا كان عندي هنا فستق حطيت عليها برضو. ما شاء الله يعني ده شكل حلو جدا اهو. ما شاء الله كده انا بزينها اهو، يعني بشكلها كده معاكم زي ما انتوا شايفينها كده. وطبعا احنا بندخلها الفرن يا بنات يعني على درجة حرارة هادية، وما بتاخدش نار خالص، يعني يا دوب كده يعني يا دوب كده الصينية بتسخن معانا وهي بتسخن كده يا بنات، يعني ما بتاخدش اي نار خالص، ولا بتحمر من فوق ولا من تحت، بتطلع زي من فوق زي من تحت، بتطلع بيضة. ما شاء الله كده خلصت بقى يعني كملت الكيلو تشكيل من الغريبة زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله طلعت جميلة جدا معايا، وطلعت يعني مش بتلزق ولا طلعت مهرية ولا حاجة، ما شاء الله طلعت جميلة جدا. طبعا انا عملت شوية سادة اهو زي ما انتوا شايفينها اهو. ده التحمير بتاعها يا بنات، يعني ما بتاخدش اي تحمير خالص. ما شاء الله طالعة دايبة وجميلة جدا زي ما انتوا شايفينها، وقوامها حلو جدا. ما شاء الله بتدوب في البق دوبان كده يا بنات اهو. ما شاء الله ان شاء الله هتجربي الطريقه ديت وهتطلع ناجحه معاكي وتطلع جميله جدا. وعايزه اقولك بقى لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.